طبعا كلنا بندعي كل اخواتنا اللي في مركز اشمون، اللي البيوت بتاعتهم اتغرقت ميه والزرع بتاعهم باظ والبهائم بتاعتهم ماتت. بندعي لهم ان ربنا يعوض عليهم، وبندعي ان ربنا يوقف الموضوع ده لحد كده وما يحصلش خسائر اكتر من كده. طبعا احنا كلنا لازم ما حدش يفرح في نصيبة حد او يشمت في نصيبة حد. بالنسبة للناس اللي كانت بتشمت في السودان، ما ينفعش يا جماعة. في ناس مصريين كتير عملوا فيديوهات وقالوا شوفوا مصر يا جماعة، شوفوا ما بيحصلش فيها زي ما بيحصل في السودان. الحمد لله اللي مصر ما بيحصلش فيها زي ما بيحصل في السودان. وندعي برضو لاخواتنا في السودان ان ربنا يقف معاهم ويصبرهم على اللي حصل فيهم ويعوضهم ان شاء الله. لحد هنا الفيديو اللي فات اللي انا كنت مقدمه برضه على الموضوع ده، ولقيت في شخص كاتب لي كومنت وبيقول انت مين عشان تتكلم في الموضوع. لما دخلت على الحساب بتاع الشخص ده لقيته ان هو داخل اليوتيوب اصلا بقاله دقيقتين اتنين بالظبط. يعني الشخص ده زي ما يكون عمل القناه دي مخصوص عشان يخش يكتب لي التعليق ده. فليه يا جماعه نعلق تعليقات سلبيه ملهاش اي ريحه اللازمه؟ وادعوا يا جماعه للناس اللي حصل فيهم كده. لو اول مره تشوفني ادعمنا باشتراك ولايك وصلي على النبي في الكومنت.